السؤال التالي: أعمل إيه لو بالفعل جالي دور البرد؟ لازم تكون فاهم إن البرد بيعتبر من الأمراض السيلف ليميتنج، يعني أمراض بتخف لوحدها. هو هياخد وقته على ما جهاز المناعة يفوق له كده ويديله على عينه وتخف منه. طب لحد ما ده يحصل، هل أنا أتعذب بالأعراض اللي موجودة عندي؟ هقول لك لأ. في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها سيمتوماتيك تريتمنت، يعني علاج حسب الأعراض اللي بتظهر. فمثلا لو انت عندك سخونيه بسيطه وشويه وجع في الجسم، ممكن تاخد خافض حراره ومسكن زي البارستامول. لو انت عندك انسداد في الانف فبتستخدم النقط الموضعيه، ودي مهم جدا ما تستخدمهاش اكتر من 3 ايام. لو عندك كحه فانت بتجيب دواء للكحه، ولو كانت ببلغم فانت بتجيب مذيب للبلغم. ولو كان عندك احتقان في الزور فانت بتتغرغر بميه دافيه وملح، وتجيب اي شريط استحلاب. ومهم جدا 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 تكتر من السوائل الدافيه، لانها بتقلل الاحتقان وكمان بتعزز المناعه بتاعتك. وحاول انك تعزل نفسك شويه عن الناس اللي حواليك علشان ما تسببش اصابه لحد قريب منك. وبقلبس كمامه وانت خارج عشان تحافظ على نفسك وتحافظ عليه.